المصرية فيها 2480 بنزيمة، 2480 محطة وقود، من ضمنها محطات فيها وحدة واحدة يعني بيمون عربية واحدة، ومن ضمنها محطات فيها 2، ومن ضمنها محطات فيها 10، وطبعا انتوا عارفين الكلام ده. المحطات الخاضعة لدولة مصر 400 محطة فقط، 400 محطة فقط، وده اللي وزير البترول كان بيسلمهم حصتهم اللي هي البسيطة جدا، لأنه هو معمول بطريقة بدائية، ما عندوش 1 و2 و3 و10 عربيات في نفس الحال، بيمون عربية واحدة. بقية المحطات تابعة للنظام السابق. لما احنا بنتكلم بنقول ان في محطة متميزة ومحطة بسيطة، هل المحطة البسيطة تقدر تمون ل 2500 سيارة في اليوم؟ مستحيل. لكن المحطة الكبيرة اللي قافلة، اللي الراجل قاعد في شرم الشيخ بقى وبايع القضية ومش ناقص نكسب شهر 2 3، لكن مش مشكلة عشان نهدم الشعب، نجيب الشعب اللي قاعد في البيوت ده ونخليه ضد الدكتور محمد مرسي، ضد العدالة الاجتماعية. قولوا الله أكبر. طبعا للأسف الشديد احنا أغبياء، أنا بتكلم عن نفسي كتمرد سابقا، يعني إن احنا تاني يوم إسقاط أو اللي بيقولوا عليه الانقلاب العسكري من الخونة، تاني يوم بالظبط كان في بنزين، في مشكلة دولة بتتحل في 24 ساعة. ما ينفعش المشكلة تتحل في 24 ساعة. فحرنا بير بترول وطلعنا البترول وديناه، ما ينفعش. كان لازم أصحاب العقول يميزوا هي دي حقيقة ولا مش حقيقة. طبعا الأزمة مفتعلة فهي مش حقيقة. قولوا الله أكبر.